النهارده هحكي واحدة من أبشع الجرائم اللي هزت المجتمع المصري، والعدالة أخيرا قالت كلمتها. صبري كامل اللي اغتصب الطفل ياسين في جريمة من أبشع الجرائم اللي هزت الرأي العام. النهارده حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على صبري كامل، وده أقل عقوبة ممكن تتطبق على شخص بالشكل ده. قضية ياسين لازم تكون جرس إنذار، ولازم نفضل نحمي أطفالنا ونطالب بحقوقهم. في الأخير لازم نشكر القضاء المصري اللي قدر يرجع حق ياسين، وبيقول لكل واحد خارج على القانون هتعمل غلط هتتعاقب. بجد حابب أشكر أم ياسين، ما خافتش وفضلت واقفة ورا حق ابنها لحد ما جابته وشافته قدام عينيها. كانت ممكن تعمل زي ناس كتير تسكت، كانت ممكن تقول هجيب الفضيحة واجيب الكلام، لكن بجد الست دي شجاعة ان هي تقف بالطريقه دي وتمشي ورا اللي اخطا في حق ابنها وتجيب حقه وتشوفه قدام عينيها، تخلي الراجل يعيش بقيه حياته كله في السجن، وهيعيش اللي باقي من حياته وهيموت وهو برضه في السجن. بجد الف تحيه، بجد ست شجاعه. وفي الاخير شكرا للقضاء المصري النزيه. انا عمر عيد، سلام.